السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المتابعين الأعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ركز معايا في الفيديو ده عشان هتعلم حاجة جديدة. يلا بينا. تعرف تحل الجملة اللي جاية دي، بس تعرف تحلها صح وتقول صح ليه كمان؟ جاوب معايا. الجملة بتقول doing exercise is my routine. هقول everyday منفصلة ولا هقول everyday متصلة؟ يا ترى ايه الإجابة؟ طيب تعال اقولك على الاجابه الصحيحه، بس قبل ما تعرف الاجابه الصحيحه لازم تعرف ايه الفرق بين الكلمتين everyday المنفصله و everyday المتصله. everyday المنفصله دي عباره عن adverb او حال او ظرف اللي هي معناها كل يوم، وده ظرف من ظروف التكرار، يعني بعمل حاجه كل يوم. زي الاكزامبلز دي بيقول مثلا every day I visit my uncle، وممكن اقول I visit my uncle every day. يعني كلمة everyday علشان ده ظرف تكرار، يا بيجي في أول الجملة يا بيجي في آخرها، وده استخدام everyday اللي هي الكلمة المنفصلة. طيب يا مستر، بالنسبة ل everyday اللي هي كانت الكلمة المتصلة، everyday المتصلة دي بستخدمها كadjective اللي هي صفة، فلازم يجي وراها اسم بمعنى كلمة يومي. زي الجملة اللي قدامنا بنقول فيها reading a book is my everyday habit. طبعا شايفين ان everyday المتصلة جه وراها كلمة habit اللي هي معناها عادة، فبقت معناها تكون عادتي اليومية أو قراءة كتاب هي عادتي اليومية. طيب لو انت استفدت من الفيديو ده او قدرت افيدك باي حاجة والفيديو عجبك، يا ريت ما تبخلش علينا بلايك، وما تنساش تعمل شير عشان الفايدة تعم الجميع، وما تنساش تكتب في التعليقات بتتابعني من انهي بلد. مع السلامة.